السلام عليكم يا جماعة. أنا النهاردة عايز أتكلم في موضوع عشان أقفله نهائي ومحدش يكلمني فيه بعد إذنكم. أنا ليه الشخص اللي حاجز مع نفسه أنا مش بتعامل معاه؟ ماشي؟ أنا لو بتاع فلوس هتعامل معاه، بس إيه وجهة النظر في الحتة دي؟ عميلي لما بيجي مثلا عندي يحجز الكشف، ميعاد الكشف من خلالي، أنا يوم اللجنة بساعده بمعلومات مجانا، لأن هو كده كده نفعني ونفع عيالي. فاهم وجهة النظر دي؟ تمام؟ طيب، العميل اللي حاجز مع نفسه لما يجي لي هاخد منه فلوس بحجة ايه؟ طبعا مش سبب وجيه. تاني، العميل اللي حاجز عندي لما يوم الجلسة بيعدي عليا بشوف الدنيا فيها ايه، وبقول له نصايح اللي ترضيني من ربنا. تمام؟ ده كده لو سقط مش هيجي يقول لي يا عم احمد انت سقطتني ليه؟ لان اديته المعلومات مجانا لانه حاجز عندي. طيب، اللي حاجز مع نفسه لما ده هتعامل معاه هبيع له المعلومات؟ ولو سقط هيجي يقول لي ايه؟ يقول لي ما انت كنت واخد مني فلوس عشان تنجحني، ابقى انا كده هنت نفسي وقلت من نفسي. تمام؟ نفس القصه اللي عنده تظلم وحجز ميعاد التظلم، ده برضه لما يجي لي هاخد منه فلوس بحجه ايه؟ انا قلت له معلومتين ثلاثه وخدت عليهم فلوس. برضه لما يسقط يقول لي ما انت واخد مني فلوس، ابقى انا كده برضه ذليت نفسي وهنت نفسي. لكن واحد عنده تظلم ما حددش الميعاد، عايز يحدده من خلالي تحت امره، بيجي لي يوم اللجنه المكتب بديله المعلومات مجانا. ماشي؟ هنكمل بقيه الاعاقات الحركيه، وهراجع الكلام اللي احنا قلناه الاول بالنسبه للاعاقات الحركيه ايه المطلوب منه. الاعاقه الحركيه في شلل الاطفال بتاعه الرجل ليها 3 انواع: يا اما ضعف عضل فبيمشي بيميل بجسمه، يا اما لابس جهاز، يا اما عنده بتر او لابس جهاز بيجيب تقرير طبي بالحاله بتاعته. بيمشي يميل بس بجسمه او عنده ضعف في رجليه، ضعف في العضل، دوت بيعمل رسم عصب. ماشي؟ النوع التاني من الاعاقات الحركيه اللي هو الايد. لو واحد عنده شلل اربي في الايد، يعني مولود طبيعي عنده شلل في ايديه، ده برضو لازم بيعمل رسم عصب. ماشي؟ طيب، عنده بتر الكف، بتر الكف دوت بيلبس حاجه اسمها جوانتي. تمام؟ جوانتي بكرة مينيم متحرك. ما فوق كف الايد بيلبس جهاز بتر تحت الكوع. ماشي؟ ما فوق الكوع بيلبس الجهاز المناسب ليه. طب لو الشخص ما عندوش جهاز، في الحالة دي بيعمل ايه؟ بيتصل بيا، يعدي عليا في المكتب. تعاملي انا مع بتاع الاجهزه غير تعامل العميل مع بتاع الاجهزه. العميل لما يروح لبتاع الاجهزه يقول له انا عايز اجر جهاز، بديله اي جهاز وخلاص والسلام. ماشي؟ انا بالنسبه لي انا ما ينفعش يعمل معايا الكلام ده. انا ما عنديش حاجه اسمها تهاود او بسيطه او عدل، ما عنديش الكلام ده. فلازم التزم معاك، يديك جهاز مناسب للاعاقه بتاعتك والشكل كمان، لان من النوع دقيق شويه في شغلي. ماشي؟ آه، احنا كده خلصنا الاعاقه الحركيه. فيما بعد هنمسك اعاقه اعاقه نتكلم فيها ونقول ايه المطلوب فيها. ماشي؟ لكن سامحوني، اي حد يسالني اي سؤال وهو مش حاجز عندي، انا مقدما بعتذر عن الرد. انا معلق ورقه ورايا بتقول كلمتين حلوين قوي: عم عشان مات والمعامله خد وهات. ماشي؟ في برضه نقطة مهمة برضه دلوقتي بشوف الناس بتقع فيها. سعادتك كراجل عميل جاي بتقدم على عربية معوقين، عندك ورقة الحجز بتاعتك مكتوب فيها كل المطلوب، تجيبه كده زي ما هو. أما عميل أنا لا، بيجيب لي أصول الورق وأنا عارف أنا بعمل له الملف إزاي. ماشي؟ فعيب على السادة المعوقين كناس متعلمين إنك تيجي عند المجال تنزل من الميكروباص، يجي واحد ملوش 3 لازمة
يقول لك تعالى ويلح عليك ويرخم عليك ويعمل لك ورق وما عملكش ورق، عيب انك تمشي وراه. والله العظيم اقسم بالله الموضوع في قمه التفاهه، حاجه مش صح. لان هو في الاخر هيسنصر عليك. مش مفيش حد بيعمل واجب. انا شخصيا في شغلي ما عنديش حاجه اسمها واجب، عندي حاجه اسمها حقي وحقك، ولا اخد منك اكتر من حقي ولا اخد اقل من حقي برضه. تمام. فيا جماعه صحصحوا شويه، لان احنا كده شكلنا والله العظيم بقى وحش. الحاجه التانيه، انت فرضا مش عارف تعمل حاجه او في حاجات انت مش عارفها، خش اي مكتب او خش اسال في مجالس، سيبك من بتوع الشارع. ازاي واحد جاهل يجي يشدني من قفايا كده ويقول لي تعالى اسوي لك، تعالى اعمل لك مش عارف ايه، عايز ايه، عايز ليه؟ ليه؟ واحنا خلاص كده بقينا اي حد ياخدنا في ايديه ويمشي؟ تمام. ده اخر مره بقول، بعد اذنكم اللي مش حاجز عندي ما يسالنيش اي سؤال. تمام. لان برضو لاحظت حاجه تانية، برضو حاجه برضو بتزعل. يجي مثلا عميل يقول لي يا استاذ احمد انا كنت كاشف والنتيجه طلعت كذا. ساعات بقى اقول ساعد يا ابني، لكن دمي بيتحرق برضه. اقول له بعت لي الجواب، صوره الجواب، يوم يبعتها لي وشايل الاسم بتاعه وخافي بياناتك. وانا هعمل بياناتك ايه يا ابني؟ وبعدين يا ابني طالما انت اصلا مش مأمن من البدايه ولا واثق فيا من البدايه، بتكلمني ليه وتبعت لي ليه وتوجع قلبي ليه يا عم؟ ارجوك يا جماعه، انا معايا ورقه هنا في المكتب بتقول كلمتين جمال جدا زي الفل، اللي هم عم عشان مات المعامله خد وهات. انا من طبيعتي ولا باخد اكتر من حقي ولا هقبل اخد اقل من حقي. ماشي. فالله يكرمكم عشان ما نحرجش بعض. اللي حاجز مع نفسه بيكمل مع نفسه، اللي حاجز عندي انا معه تحت امره. حد عنده تظلم وحاجز تظلمه برضه بيكمل مع نفسه، عايز يكمل معايا بيبعت لي الورق وانا بحجز له معدل التظلم وبرضه بكمل معاه. نيجي بقى لنقطه مهمه جدا، الناس برضه مش فاهماها دلوقتي، الناس العشم موكلها قوي والموضوع بقى يرخم بزياده. النهارده انت كعميل لما تحجز معايا، انا قلت لك انت لما بتجيلي انا بديك المعلومات، خبرتي بديها لك عشان ربنا يكرمك. تمام. لكن انا ولا عندي رشاوي ولا عندي من تحت الترابيزه ولا عندي العك ده خالص. مظبوط. طيب العميل دلوقتي انا قدمت له وربنا كرمه ونجح، هل يصح ان انا اقول له انا عايز فلوس؟ برضه ما يصحش. متفقين صح؟ طب دلوقتي العميل انا حجزت له وجالي واديته المعلومات، لكن ربنا ما قدرش والراجل سقط، يبقى لما بيجي يعمل تظلم برضه باخد حقي في حجز التظلم. لكن العميل بيحسسني ان احنا قرابه وصله رحم، يقول لي يا عم احمد ما انا حاجز عندك من الاول، انت حاجز عندي من الاول، يعني انت مثلا كنت جوز امي؟ انت خلاص اشتريتني مثلا بال 300 400 جنيه بتوعك دول اشتريتني؟ لا. ليه؟ انت دلوقتي انت سقطت، انا اللي سقطتك؟ لا. طب بحجز ميعاد تاني، ما من حقي ناخد حق ميعاد يعني فلوس الحجز بتاعتي. مظبوط. زي بالظبط انت في اول لجنه لو نجحت انا بقول لك والنبي اديني فلوس عشان انت نجحت، برضه لا مش من حقي. تمام. الحاجه التانيه يعني ربنا يوفقنا جميعا، وانا والله العظيم اقسم بالله انا بحب الخير للناس، بس برضه في نفس الوقت عشان نعترف انا بحبه لنفسي انا كمان. ماشي. لان برضه بتيجي ناس تقول لي يا عم احمد هو انت ما بتعملش خير ابدا؟ سامحوني مع بتوع العربيات انا بمشي حقي وحقك. ليه حقي وحقك؟ النهارده بتاع العربيات دوت لما يطلع له جواب لو رماه هيبيعه ب 15000، ولو جاب عربيه هيجيب عربيه لا تقل عن 100000. انا مش بحسدك. تمام. فكون ان انت بتحجز معايا او عايز مني معلومه يبقى انا كده بوصل رزقك اهو. يبقى انت اذا عايز تاخد المعلومه ببلاش وما تتعاملش معايا يا اما تقل ادبك. الحاجه التانيه ما بتكسفش على فكره اقسم بالله ورحمه امي انا مش بتكسف. انا جت واحده دخلت لي على الخاص بتقولي لو سمحت انا عايز اعرف الاوراق اللي انا هجيبها ايه والتقرير هتبقى عامله ازاي. قلت لها يا فندم انا مكتب حجز مواعيد كشف، هيجي احجزي عندي وانا تحت امرك في كل حاجه ومعاكي من الالف في الياء. تقول لي لا انا مش عايز احجز عندك انا عايز اعرف بس.
قلت لها يا فندم انا مش مكتب استعلامات عام. تقول لي انت مش محترم. قلت لها انت ب 60 جزمه. اقول لها ايه؟ صح. ماشي يا جماعه. وعايز اقول لكم كلامي دوت لو في ناس مش مصدقينه، انا عندي عملاء وبرضو اصدقاء معايا على الفيس وعلى اليوتيوب، هم يعني يا ريت يردوا عني. اللي اتعامل معايا عارف انه بيجي عندي اكنه دخل بيتي بالظبط، على دماغي من فوق، واجبه ياخده، ورقه يخلص، مفيش مرمطه. الحاجه التانيه بالنسبه لموضوع تاجيل الفيزا، ماشي، العميل بيجيب فيزا فيها مبلغ الدفع بتاع المجالس جوه اللي هو قيمه رسوم الكشف، ماشي. طيب. النهارده انا كمكتب لما اجي اجر فيزا انا غصبا عني بالامانه، ليه لازم اجرها ب 100 جنيه؟ ليه؟ اولا الفيزا ديت في كل تكه فيها خصم، فيها دفع طبعا، كلام جميل. الحاجه التانيه انا مكتب عندي ايجار، بدفع ايجار مكتب، تمام. انا هجيب فلوس الايجار منين؟ ماشي. بتاع الشارع اقول لك حاجه غريبه جدا اقسم بالله، بتاع الشارع ده بيكسب اكتر مني، لانه بيأجر لك الفيزا ب 100 جنيه ولا بيدفع ايجار ولا ديون ولا اكل ولا شرب ولا كهرباء ولا بتنجان ولا ولا الهوا. فيا جماعه نقدر بعض، ماشي. انت راجل فاتح بيت، انا كمان فاتح بيت. انت عايز خدمه فانا بقدر لك الخدمه، اخد حقي. وبعدين في نقطه مهمه جدا اقسم بالله، المعلومه اللي انا بديها ببلاش للعميل اللي حاجز عندي بره في الشارع هنا يدفع عليها فلوس، رشاوي بقى. واحد يقول تعالى اعديك، هاخد 1000، هاخد 2. انا ما بعملش الكلام ده كله، انا باخد حق الحجز بتاعي طالما انا عارف المعلومه بطلعها ببلاش. زي بالظبط واحد عايز يحجز للكشف، في ناس ما بيوصلهاش الكود، تمام. هنا في عرف الشغل في المكان حوالين المجالس ان الحجز حاجه وبدون كود يبقى حاجه تانية تزود عليه فلوس. لا، انا طالما العميل حتى لو عاوز يحجز، حاول يحجز مع نفسه وما عرفش يحجز لان ما جالوش كود، انا بحجز له، مش بدور عليه فلوس عشان هو بيحجز بدون كود. الحمد لله الاذان امن على كلامي، وكل سنه وانتم طيبين. واي سؤال في العام انا تحت امركم، لكن سؤال اعمل تقرير ازاي، اجيب ورقي منين، مش عارف احجز ازاي، اعمل تظلم ازاي، اتصرف ازاي في التظلم، طالما مش حاجز عندي يا ريت توفر سؤالك عشان ما نحرجش بعض. وكل سنه وانتم طيبين، وهنقول عيد سعيد علينا وعليكم، وربنا يجعل ايامنا كلها سعاده. ولازم كلنا يا جماعه نستحمل بعض. انت راجل فاتح بيت وانا زيك فاتح بيت، انا مش مكتب خدمي عام ولا مكتب حكومي، ماشي يا جماعه. سنه طيبين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.